اولا الانتقال الديمقراطي ما يمكنناش نتكلموا عليه لاعتبارات في مقدمتها، سواء في عهد الحكومه او الحكومه السابقه. معاقبه المبلغين عن التبليغ عن الجرائم بما فيها الفساد. نفس المقاربه كاينه في عهد الحكومه، لا التناوب ولا قبل التناوب ولا عهد ديال الحكومه طبعا ديال العداله والتنميه. الرميد صرح مؤخرا بخصوص تعذيبات والاختطافات الجاريه بالحسيمه على ان ما للقضاء للقضاء وما للتشريع للتشريع. فعلا هذا الشيء كاين في اطار مجال القانون الماده 73 من الدستور، ولكن الرميد لن يبرر كوزير حقوق الانسان اي موقف بخصوص هذه التعذيبات وهذه يعني الاختطافات وهذه التعسفات التي شهدتها طبعا الحسيمه. هذا من جهه. قلت بانه غاب عن صفحته الرسميه منذ 23 ماي لما خرج علينا يفسر حكم الجمع العام المتعلق بنقابه شبط، يفسر الحكم ديال سلا والحكم ديال الرباط للقضاء الاستعجالي للأخطاء والقضاء الاستعجالي للأثار. وفي المقابل قلت لم يحرك ساكنا بخصوص هذه طبعا الاعتقالات، يعني عن اي انتقال نتحدث امام هذه الممارسه وامام هذا السلوك. ثم القول بان الاحزاب تؤمن بالتوابيت، هذه اسطوانه مشروخه. علاش؟ بحال الانفصال، راه ما كاينش حزب سياسي يمكن يتاسس او يمكن ان يسمح له بالتاسيس ان لم يحترم هذه التوابيت. على اي المثقفين يتهموا الحراك، نعم بعضهم، لكن ايضا الاحزاب سيما احزاب الاغلبيه اتهمت ايضا الحراك سيما في البلاغ الشهير ديال احزاب الاغلبيه. الحكومه احيانا يقال انها لا تتحرك الا بتعليمات، واحيانا اخرى يقال ان لها صلاحيات واسعه. يعني اش غنصدقوا؟ واحد نصف دقيقه الله يجزيك بخير. بخصوصكم كاعضاء برلمانيين، كاين واحد المقتضى دستوري هو ان من حق عضو برلماني، شوفوش المآل حاجه اخرى، انه يقدم ملتمس مراجعه الدستور. اجلسوا في هذا الشيء والحال اننا تنقولوا لا العوائق الى اخر ذلك. وبخصوص معيق اخر هو ثقافه الانسحاب، حتى الصور ما عندناش كرد فعل على هذه الانتكاسات اللي تنقولوا وعلى هذا الضغط ديال المخزن ديال ارجاعنا الى الوراء. ما شفناش شي وزير ولا شي برلماني قدم استقاله ديالو نهائيا كرد فعل قلت على هذا البلوكاج. ربط الحراك بوضع الاحزاب الكارثي طبعا قائم، لكن في حاله وحيده وهو اعتباره كل هذا دكاكين سياسيه بتعبير طبعا الشارع والمجتمع المغربي. وشكرا واستسمح لنا.